بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. دعوني بداية باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله. نود أن نذكركم أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر موقعنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، بداية شيخنا، ما هي إلى أيام معدودات ويدخل علينا شهر الصيام وتعم البركة بهذا الشهر المبارك الذي هو شهر غفران للذنوب. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دعني أسأل بداية، ما المقصود بقوله إيمانا واحتسابا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا والمشاهدين وجميع المسلمين شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا على صيامه ويتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة من قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، هنا نلاحظ أن من صام رمضان غفر له ما تقدم، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم. وفي كل ذلك يقول إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا. إذا نحن أمام ثلاثة قضايا وردت في هذا الشهر المبارك ومرتبطة بأمرين أساسيين حتى ينال الإنسان هذا الأجر العظيم، وهو غفران الذنوب السابقة فيما عدا طبعا الكبائر، فيما يتعلق يعني بحقوق العباد أو ما يتعلق بحقوق العباد. مسألة من فعل كذا إيمانا واحتسابا، فإن المقصود بالإيمان هو التصديق والإقرار، وأن الإنسان يفعل ذلك وهو يدرك أن ذلك مفروض عليه، وأنها شرعة الله سبحانه وتعالى أوجبه الله عز وجل في كتابه وعلى سنة رسوله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يصوم ليس تقليدا ولا تبعا للناس عشوائية، إنما يدرك تماما بأن هذا الأمر مما فرضه الله عليه. فقضية الإيمان هو هذا، وهذه سبحان الله تدخل في كل الأعمال، كل الأعمال من عقائد وتصورات وأعمال والسلوكيات. لا بد الإنسان وهو يقدم عليها وهو يدرك أن ذلك مما فرضه الله على العباد. فلما سئل مثلا بعض السلف ما هي التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. على نور منه. فالإنسان يدرك أن ما يفعله ليس تقليدا ولا آبائية، إنما هو يفعل ذلك إيمانا وتصديقا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان. قال: أولم تؤمن؟ حتى في القرآن الكريم يأتي الإيمان بمعنى التصديق، ويأتي الإيمان بمعنى الإقرار. فالذي يصوم رمضان بهذا الشكل ويجمع معه الاحتساب هو أن يرجو الإنسان ثواب هذا الأمر من الله. هو يؤمن بأن هذا مفروض من الله، وفي نفس الوقت أيضا يرجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد مدحا ولا ثناء، ولا يفعل ذلك رياء، ولا يفعله مع الفاعلين أنه يخوض مع الخائضين، لا، إنما يدرك بأن هذا الأمر يرجو احتسابه من الله سبحانه وتعالى. فمن أقبل على رمضان في صيامه مؤمنا به بأن هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابها من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان أيضا إيمانا واحتسابا بنفس الطريقة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة هبات
من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. إذا نقول إيمانا بمعنى الإقرار، واحتسابا بمعنى رجاء الثواب والأجر. نعم. جميل. أيضا ورد في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. ما المقصود أو المراد هنا بسلسلة الشياطين؟ هذا الحديث هو يجمع طبعا ثلاثة قضايا، وكلها سبحان الله من خصائص هذا الشهر المبارك، ومرتبطة ببعضها البعض، مرتبطة ببعضها البعض. طبعا نحن ندرك بأن الشيطان والعياذ بالله الرحمن يقودنا إلى الجنان، والشيطان يقودنا إلى النيران. وبالتالي إذا صفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين أو غلت الشياطين فإن ذلك مدعاة لأن تكون الجنة مفتوحة والنار مغلقة. هذا المرتبطة عموما الثلاثية هذه بعض البعض. الصحيح أن هذه المسألة أن هذا الحديث يحمل على ظاهره أن الجنة تفتح في هذا الشهر المبارك، وفتح الجنة في رمضان له دلالات عظيمة جدا، كأنما الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر تشجيعا لعباده ويخبرنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة ليس فقط والله أعدت وجهزت لا، هنالك فتح لهذه الجنان ولهذه الأبواب حتى يقبل الناس على هذا الأمر. وفي نفس الوقت أيضا تغلق أبواب النيران، أيضا منحة من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى لا يجد الذين مثلا يعصون الله سبحانه وتعالى مسوقا لأن يقدمون على المعاصي. مسألة صفدت، ورد الحديث بسلسلة في صحيح البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم بقوله صفدت، فإذا نحن هنالك تصفيد وهنالك سلسلة، وكلها تقريبا على ظاهرها كذلك أن الشياطين في هذا الشهر المبارك تصفد، أي يعني كأنما تربط بالأغلال وبالجنازير وبالسلاسل. هذا المراد من المسألة. طيب، عندما نقول والله تصفد الشياطين، هل كل الشياطين تصفد أم بعض الشياطين التي تصفد؟ بعض الأحاديث تشير إلى أن المراد بذلك هم مردة الشياطين، مع أن أكثر من رواية تقول، في بعض الروايات تقول مردت الشياطين، وبعض الروايات تقول صفدت الشياطين ومردت الجن. فبعض العلماء رأى بأن ما يحصل هو عبارة عن تصفيد كبار الشياطين ومردة الشياطين الذين يخططون ويبرمجون ويوجهون، كما هو معروف طبعا الحديث في صحيح مسلم، يعني الشيطان لما أبعده الله سبحانه وتعالى وأهبطه إلى هذه الأرض كما جاء في الحديث، قال نصب عرشه على الماء، تشبها بالله والعياذ بالله، نصب عرشه على الماء. فإبليس عليه لعين الله المتتاليات يبعث سراياه. هذه السرايا بطبيعة الحال عليها قيادات، كل سرايا أو كل كتيبة من هذه كتائب الجن وكتائب الشياطين هذه لها قيادات ولها على كل مردة. المردة هم الذين بلغوا المدى الأبعد فيما يتعلق بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، والمريد هو الشيطان، المريد هو الشيطان المبعد المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا الصحيح أن التصفيد والتسلسل يحصل لكبار المردة، وهنا بطبيعة الحال بقية الشياطين الصغار موجودة ولها تأثيرها، ولكن لا يكون هذا التأثير في رمضان كما التأثير في غير رمضان، وهذا ربما يشاهده المسلمون ويعرفون ذلك بشكل كبير. فنلاحظ كثير من العصاة يقبلون على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ويرفعون ويقلعون عن الذنوب وعن المعاصي، وتجدهم ذاكرين الله عابدين صائمين يصلون مع الناس، وهذه على كل بالتجربة أو بالملاحظة على كل موجودة. وبالتالي هذا هو تقريبا موضوع التصفيد أو سلسلة الشياطين. جميل. يعني هل يستطيع الإنسان أن يقول لن يجد أحد يوسوس له للمعاصي أو ما إلى ذلك في رمضان؟ لا، بالعكس، هي طبعا مداخل المعاصي كثيرة، واحد منها الشيطان ومردة الشياطين طبعا المؤثرين في ذلك. هذا على مستوى عالم الجن وعالم الشياطين، لكن عندنا شياطين من عالم الإنس يؤثرون. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر يعني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فالصحيح شياطين الجن تصفد في هذا الشهر المبارك، لكن يبقى هنالك شياطين الإنس موجودين اللي هم يمثلون في أصحاب السيئين،
أصحاب الأشرار. هذه واحد. الأمر الثاني أيضا مما يؤثر في الإنسان نفسه الشريرة التي بين جنبيه. صحيح ربطوا عنك الشياطين، لكن أنت أيضا في داخلك النفس الشريرة أيضا قد تكون موجودة، البيئة التي من حولك أيضا موجودة. فعلى كل مداخل المعاصي والشرور ليس فقط هو عنصر الشيطان. الشيطان قد يكون عنصر محرك، قد يكون عنصر محفز. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان مهمته فقط الإغواء والإغراء، لكن شياطين الإنس قد لا تغري فقط، قد تحملك حملا على المعاصي. يعني قد تحملك حملا على المعاصي. نعم. نسأل الله السلامة. طيب، من فضائل أيضا شهر رمضان أن للصائم فيه دعوة لا ترد، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لماذا خص الله هذا التوقيت تحديدا عند فطره دعوة لا ترد؟ نعم، هو مسألة عند فطره طبعا يعني يمكن أن تحمل على أمرين، وكلاهما لا بد للمسلم أن يحرص عليهما حتى ينال إن شاء الله ثواب الله سبحانه وتعالى وهديته في هذه اللحظة. قد يكون المراد عند فطره أي عند اكتمال رمضان يوم العيد، هذا قد يكون مراد بذلك. وقد يكون، وهذا أيضا هو الأقرب، أنه في كل يوم لحظة الإفطار عند فطره في يومه وليس في شهره، في يومه له دعوة مستجابة. والعبد المؤمن يحرص على أنه والله لا يضيع هذه ولا يضيع تلك، لأن هذه قد تكون هديتها أكبر من هذه، ولكن في النهاية لا بد أن يحرص عليها. طيب، لماذا والله فقط الله سبحانه وتعالى خص هذا التوقيت بالتحديد؟ نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال له منح يمنحها العباد، وهدية يعطيها الله سبحانه وتعالى للفائزين وللمفلحين وكذا، فتكون دائما الهدايا في نهاية الشوط وليس في أوله ولا في منتصفه. فكأنما عند اللحظة التي يقبل فيها الإنسان على الإفطار وقضى يومه يعني يستقبل بهذه الهدية المباركة من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يخصك الله سبحانه وتعالى ويخص عباده بدعوة مستجابة في هذا التوقيت. وبالتالي لا بد لكل مسلم عند الإفطار أن يخص نفسه بالدعاء، ولا يكون الهم كله هو الأكل والشرب والمزاح والكثير من القضايا التي ربما يلاحظها الناس في أثناء الإفطار. لا بد الإنسان أن ينتبه عند إفطاره وعندما يشرب الماء ويأكل التمرات، عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن هذه اللحظة من اللحظات التي على كل فيها الدعاء يكون مستجابا. يعني هل خصها الله سبحانه وتعالى لأنها جاءت بعد تعب الصيام؟ نعم، جاءت بعد تعب، وهذه عموما معهودة في الشريعة في كثير من القضايا. تلاحظ مثلا نحن نصوم كل رمضان ثم يكون لنا عيد، نحج ثم يكون لنا عيد، وهكذا نأخذ أسبوع كامل ثم يكون لنا عيد أسبوعي، وهكذا. فهي الهدايا على كل من الله سبحانه وتعالى. أيضا عندك ساعة الجمعة مثلا، ساعة الجمعة معروف يعني كثير من العلماء يقول بأنه في نهايتها، فيكون الإنسان قدم أعمالا وقام بعدد من الطاعات، ثم في نهاية المطاف يستقبل بهدية من الله سبحانه وتعالى. ماذا عن الدعاء بصورة عامة شيخنا للصائم؟ طبعا بالنسبة نحن نتكلم الآن عن أفضلية هذه اللحظة، لكن موضوع الصيام يعني، ويمكن الحلقة الماضية ذكرت بأن آيات اللي هي الدعاء وردت في قلب آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا لاحظ ما الذي أدخل هذه الآية بين قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهنا لاحظ أدخل الله سبحانه وتعالى وهذه سبحان الله طريقة عجيبة في القرآن الكريم، كيف أن التقوى ترد في محطات يكون فيها أعمال. يعني مثلا آيات الطلاق تجد معظم ما فيها التقوى، هنا الصيام يورد فيه قضية الدعاء، فمرتبطة هذه الأمور ببعضها البعض. فالصيام يكون الإنسان فيه قريب من الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الشيطان، بعيد عن الشهوات، بعيد عن الشبهات. ففي هذا الوقت لا بد الإنسان أيضا أن يغتنم ذلك في أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك إن شاء الله من مدعاة للقبول أيضا. جميل. طيب، ماذا عن الصدقة أو العطاء في رمضان للصائم؟ هل الأجر فيها كأجر الصدقة والعطاء في بقية الشهور، أم للصائم فيها ميزة؟ هو طبعا يعني فضل الأعمال أحيانا له ارتباط بفضل الأزمنة. فرمضان نحن ذكرنا بأنه مما فضله الله سبحانه وتعالى،
ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الأزمنة رمضان، وهذا رمضان فيه طبعا عملية الصوم، وبالتالي هذا الزمان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون محلا لعبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام، فإن هذا الزمان يملأ بكل الطاعات، بما فيها طبعا الطاعة الأساسية وهي طاعة الصوم. لكن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فهنا نربط بين أمرين أساسيين، بين الصيام وبين القرآن وبين مدارسة القرآن. هذه المسألة طبعا لها أثر كبير جدا في أن الإنسان سبحانه لما يكون صائما ويكون تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى متدبرا لمعانيه، فإن القرآن سيحثه تماما للانتقاء والارتقاء إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة، والتخفف من أعباء الدنيا وأثقالها، ليكون محبا لله محبا لرسوله محبا للآخرة، متخففا من أعباء هذه الدنيا، وبالتالي ينفق كما يقال ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فشهر رمضان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يعطي في رمضان، أجود ما يكون في رمضان، يعني أحيانا حتى يعطي عطاء ينسى معه حتى ما يفطر به عليه الصلاة والسلام. كان الناس عندما تأتي كان يعطي كل شيء. فرمضان فعلا أيضا من من الأشهر التي يكون فيها إن شاء الله الصدقات ويكون فيها العطاء. لكن هنالك مسألة ربما خصت ببعض الأحاديث، وهو مسألة العطاء الذي يكون للصائمين. من فطر صائما كما جاء في الحديث، من فطر صائما فله أجر مثله أو فله مثل أجره. فنحث أيضا في رمضان على أن الناس يهتمون أيضا بالصائمين وإطعام الصائمين وإفطار الصائمين. هذه من القضايا أيضا إن شاء الله التي فيها يعني أمرين، أنك أطعمت نفسا وفي نفس الوقت أطعمت صائما. حتى لو أطعمته وهو ما صائم لك أجر، فكيف وهو صائم؟ يعني قمة الحوجة في هذه اللحظة. وبالتالي هذه أيضا من المجالات التي يكون فيها إن شاء الله العطاء في رمضان. جميل. هل يجب على من يريد إفطار الصائم أن يجهز له وليمة أو وجبة كاملة، أم مجرد تمرات تكفي؟ أما القضية هو على كل تتفاوت. يعني من فطر حدها الأدنى أن تعطيه ماء وتمرا، حدها الأدنى يمكن أن يتحقق بذلك أنك ساهمت في إفطاره. لكن لا يكون هذا مثل الذي أعطاه مع الإفطار أيضا وجبة أو تعشى معه أو أطعمه طعاما كاملا، ليس هذا كهذا. لكن حدها الأدنى هو بطبيعة الحال أنك إذا استطعت أن تأتي بشيء من التمرات وتوزعها على الناس المصلين حولك، يمكن أن يدخل على كل إنسان، وفضل الله واسع للجميع. جميل. هل يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة؟ نعم، موضوع الشفاعة ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة الصيام وشفاعة القرآن وردا في حديث واحد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن طبعا هذه الأحكام يتم تلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها أحكام غيبية، ويتم التلقي فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الصيام يكون شفيعا للصائمين يوم القيامة، فيقول الصيام: يا ربي لقد منعته الطعام والشراب ومنعته الشهوات فشفعني فيه، ويقول في نهار رمضان. ويقول القرآن: اللهم إني قد منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فإذا وفي رمضان يجتمع الأمران معا، يجتمع معنا الصيام بالنهار ويجتمع معنا القيام بالليل. وبالتالي سبحان الله الشفاعتان في شهر رمضان، يعني فيه صيام في النهار وفيه قيام بالليل. فمن صام نهار رمضان وقام ليله فقد توفرت له إن شاء الله هاتان المسألتان، وهو الشفاعة القرآنية، شفاعة القرآن وشفاعة رمضان. جميل. ظهر مؤخرا بعض اللغط في قضية إظهار أصوات المساجد في صلاة التراويح وما إلى ذلك في رمضان، ما الحكم فيها؟ هي على كل هذه من الأمور على كل التي يلزم فيها مراعاة أكثر من حالة، يعني حتى لا يعني هنالك مراعاة إنه إظهار هذه الشعيرة والاهتمام بها والاحتفال بها، وأن يكون هنالك أيضا قبول لهذه المسألة من الناس. الأمر الثاني مراعاة حقوق الآخرين، فأنت في هذه تحتاج على كل إلى موازنة.
مع أن بعض أهل العلم يميل إلى أن موضوع الميكروفونات بشكل عام لا يصح أن تفتح على الخارج، على الناس، حتى هنالك مرضى، هنالك سكان حول المنطقة، وخصوصا من يسكنون حول المسجد وقريبين منه، فقد يكون هنالك المسافر وقد يكون هنالك النائم وقد يكون هنالك المريض. فعلى كل هذه من المسائل التي لا بد أيضا من مراعاتها. ولذلك مال بعض أهل العلم إلى أن حتى الإقامة لا تكون بالميكروفون، إنما تكون أو الميكروفونات الداخلية وليست ميكروفونات خارجية. لماذا؟ لأننا أذنا ورفعنا شعيرة الأذان إعلانا للصلاة، وبالتالي من جاءنا في المسجد أقمنا له الصلاة، فلا داعي لأن تقام الصلاة بعد ذلك بالميكروفون. للأسف الشديد بعض الناس يظن بأن استخدام الميكروفونات في موضوع الإقامة واستخدامها بعد ذلك في موضوع التلاوة، وبل يزيدون على ذلك ليست تلاوة التراويح فقط، لكان ذلك هينا، ثم يدخلون بعد ذلك التهجد وتظل الميكروفونات هذه على كل فيها إشكال وفيها تداخل في حقوق العباد. فحتى لو افترضنا أن الناس تساهلت في موضوع التراويح، لأنه الناس مستيقظة وبعض الجيران يحبوا أن يسمعوا القرآن وليس في ذلك مشكلة، لكن يفضل بالذات التهجد الذي يكون ما بعد الساعة 1 والساعة 2، هذه يفترض أن لا يكون هنالك ميكروفونات تعمل في هذه اللحظة. طيب ماذا عن الإطالة عند الإمام؟ هل يجب أن يراعي من خلفه أو أنه يطيل بحكم شرعي، أو ما القصة فيها؟ هو على كل التوسط طيب في كل شيء، التوسط طيب. يعني لو أن الإمام راعى من حوله، مع أنه في النوافل عموما يجوز للإنسان الذي يكون خلف الإمام إذا كان يتعب أو لا يستطيع أن يستمر فيجوز له أن يجلس، لكن نقول على الأئمة عموما أن لا يكون الصلاة خفيفة لدرجة أن الناس لا يشعرون الفرق بين رمضان وبين غير رمضان، ولا تكون أيضا طويلة حتى لا تكون أيضا مملة للناس الذين ربما يحرصون على الاستمرار مع الإمام، وفيهم العجزة وفيهم المريض وفيهم غير ذلك. فالتوسط دائما هو الأفضل في ذلك. جميل. من ظواهر رمضان ما يكون من زينة في المنازل أو الشوارع كالفوانيس والإضاءة الملونة وما إلى ذلك، هل في هذا حرج؟ موضوع الزينة وموضوع الاحتفالات التي تصاحب عموما نحن الأفضل التعامل معها بأنها مما يدخل في العوائد العادية وليس له ارتباط بالتعبد، فهو يدخل في إطار الفرح برمضان وقدوم شهر رمضان. والمسلمون عموما درجوا على هذا الموضوع في سنواتهم الأخيرة، ليس من باب التعبد بطبيعة الحال، يعني ولا يحسب أن ذلك يدخل في باب التعبد، أو أن الناس يقصدون من ذلك أن هذا شرعه الله أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يفعلون ذلك إعلانا لهذا الشهر المبارك، فرحا بقدومه. وهذا عموما مشروع أن يفرح المسلمون بقدوم هذه الشعائر العظيمة، شهر رمضان وأشهر الحج وغيرها، يفرح بها الناس. لكن إذا تجاوزت هذه القضايا، تجاوزت الحدود، وبدأ الناس يدخلون في البذخ ويدخلون في الإسراف ويدخلون في التبذير، فهنا قد تمنع لأمر آخر. لكن إظهار الفرح العادي في داخل بين الجيران وبين الأسرة، وأن تشعر الأسرة بأطفالها ونسائها بهذا الجانب أيضا، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. شاكرا لكم شيخنا. فاصل قصير متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، ونعود إليكم فابقوا معنا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام.
هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير، والعودة لك أيضا شيخ دكتور حسن. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا. حياكم الله. تحدثتم بإسهاب في الحلقة الماضية فيما يتعلق بمقاصد رمضان، دعنا نستأنف الحديث فيها في عناوين عريضة. ما هي مقاصد رمضان؟ مقاصد رمضان وغاياته وحكمه طبعا كثيرة جدا. ربما ذكرنا في الحلقة الماضية بعض من هذه المقاصد الكلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الشرائع وخاصة الأحكام سواء كانت تعبدية منها أو الأحكام التي تتعلق بالمعاملات، هنالك غايات كلية من كل عبادة من العبادات تدخل على كل في الغاية الكبرى وهي غاية التعبد. يعني كل الأحكام الشرعية هنالك غاية كبرى لا تكاد تنفك عن هذه المقاصد الكلية، سواء كان صياما أو صلاة أو ذكرا أو كان أحكام معاملات، وهي أننا في نهاية المطاف ما المطلوب منا؟ أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، أن نحقق العبودية لله عز وجل. فهذه الغاية يجب أن لا تنفك، يعني هي تكاد تكون كل الشعائر تحقق هذه المسألة. هنالك غايات أخرى، هنالك بعض الأحكام تحقق مع التعبد غاية أخرى وهي غاية الخير وغاية العمران استعمركم فيها. فنحن من جانب مطالبين بأن نعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولن تكون عامرة كما أراد الله إلا بأحكامه والهدي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا نحن مع التعبد مطلوب أيضا أن المسلمين يعمرون الأرض بأحكام الله، يعمرونها بطاعة الله، يحققون معنى الاستخلاف الذي يريده الله سبحانه وتعالى من هذا. فهذه المقاصد الكلية عموما لكل العبادات حتى يستحضرها العبد المسلم وهو يقدم على هذا الشأن. لكن بالنسبة لكل عبادة من هذه العبادات لها أيضا ما يمكن أن نسميه من المقاصد الجزئية، مقاصد الصيام، مقاصد الذكر، مقاصد كذا. في الإطار الأكبر هذه تقريبا مقصد العبودية ومقصد الخير أو مقصد العمران. فبالنسبة للصيام مثلا الله سبحانه وتعالى يمكن أشار إلى ما يريده من الصيام في آيات الصيام، بدءا من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن غاية التقوى هي الغاية الأكبر فيما يتعلق بموضوع الصيام. وهنا نلاحظ سبحان الله غاية التقوى لها علاقة بغاية التعبد. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل العبادات تقريبا ترمي إلى هذا المعنى، ترمي إلى معنى
التعبد لله، تحقيق العبادة ترمي إلى أن نحقق بها تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان والله الصيام الذي نصومه ما حقق لنا التقوى، فإن الإنسان لا يكون قد حقق مراد الله عز وجل ومقصوده من الصيام بتحقيق التقوى والوصول إلى هذه الغاية الكبيرة وهي طيب يسأل الناس ما هي التقوى؟ إيش معنى أنه أنا والله أتقي الله؟ يعني أنا أريد أن أكون متقي، لكن ما معنى التقوى؟ لأنه سبحان الله كثير من الناس يقع في هذا الإشكال. نحن طبعا يساعدنا دائما القرآن الكريم ويسعفنا بالمعاني التي نعتبرها معاني شرعية. يعني معنى التقوى معنى شرعي، ولا يمكن لهذا المعنى الشرعي أن يحال إلى معنى خارج القرآن. يعني ستجد معنى التقوى في داخل القرآن الكريم. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الوصايا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونحن دائما ما نقول اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، وكل ما دخلنا إلى الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو تحقيق التقوى. يعني من حقق معاني الصراط المستقيم فقد حقق معاني التقوى في حدها الأدنى، وهو إذا كنت متقيا تكون موحدا، إذا كنت متقيا تكون يعني معطيا حقوق العباد، وأهم حق لهم هو حق الحياة، أنك لا تزهق أرواحهم، فتجتنب قتل النفس بغير حق، وتجتنب قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وتجتنب الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتجتنب كذلك مسألة التطفيف في المكاييل والموازين، وهذه قضايا المعاملات والأسواق. هذا كله له علاقة بالتقوى. لماذا؟ لأن الله في نهاية الآيات بعد أن ذكر كل ذلك قال وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم الذي نقوله صباح مساء، أين هو يا رب؟ وأن هذا صراطي مستقيم، بدءا بالتوحيد، بر الوالدين، ترك قتل النفوس، ترك الفواحش ما ظهر منها وبطن، الوفاء بالعهود والمواثيق، عدم التطفيف في المكاييل والموازين، قول القسط وعدم قول الزور. هذه كلها 9 تقريبا واردة في الآية، أضف إليها مجتمعة، تؤخذ مجتمعة وليست متفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه. فإذا أعظم ما نسعى إليه من الصيام هو أننا نحقق هذه المعاني. إذا الصيام يترجم في إيه؟ يترجم في توحيد الله، يترجم في بر الوالدين، يترجم في يعني آثاره، قصد الآثار التي تظهر في التقوى تظهر في ترك المحرمات. إذا نلاحظ التقوى في مقابل الإثم. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لاحظ البر يقابله الإثم والتقوى تقابله العدوان. فالمعتدي على أعراض الناس، والمعتدي على أنفس الناس، والمعتدي على أموال الناس، والمعتدي على حرمات الناس، فإن ذلك منافي للتقوى. فإذا أردت أن تعرف نفسك إنك والله خرجت في هذا الصيام من هذا الصيام محققا للتقوى أم أنك ما حققت التقوى، انظر إلى آثارها. هل والله فعلا استفدت؟ وقفت عند الحرمات، وقفت عند حدود الله، تعلمت من الصيام أنك لا تقتحم المحارم، أم أنه والله لا بالنسبة لك الأمر صار واحد، ما قبل رمضان وبعد رمضان المسألة واحدة. فهذه على كل أهم جزئية في موضوع الصيام. النقطة الثانية في موضوع الصيام موضوع أيضا الشكر. ويمكن أنا ذكرت المرة الماضية في أنه والله شكر الله سبحانه وتعالى يستحضره الإنسان عند استحضار النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلما الإنسان وقف على نعم الله عليه، بدءا من نعمة الإيجاد، فلو جعلك الله سبحانه وتعالى حصاة أو جعلك ترابا أو لم يجعلك شيئا فإنه لا أحد يلتفت إليك، فأنت اليوم كائن موجود، ككينونة موجودة، فأنت تستحضر نعمة الإيجاد والكينونة، وتستحضر نعمة الإعداد، أن الله سبحانه أوجدك وأعدك. فكان يمكن أن يوجدك ولا يعدك إعدادا إنسانيا، يمكن أن يعدك إعدادا حيوانيا، فتصير واحد من خلق الله، لكن ليس في عالم البشر، إنما في عالم آخر. فتستحضر معنى الإيجاد وتستحضر معنى الإمداد. أمدك الله بالعقل، وأمدك الله سبحانه وتعالى بكل الجوارح اللي هي من سمع وبصر وفؤاد. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار، فآتاك الله سبحانه وتعالى كل وسائل العلم، ثم ختمها بالشكر لعلكم
تشكرون. فإذا استحضار هذه المعاني في رمضان مهم جدا، لأن الإنسان سبحان الله في رمضان تحجب عنه كثير مما كان عليه من نعم، فيدرك أنه والله لأن كثير من الناس لا يعرفون النعمة إلا إذا فقدوها. فالله عز وجل لا يقول لك أنا أسحب منك النعمة، لكن يعطيك كورس بسيط جدا لمدة 8 أو 10 ساعات تحجب نفسك عن هذه النعمة التي أنت ما شاء الله سنة كاملة عايش فيها ولا تلتفت إليه. فإذا فقد الإنسان شيء ولو للحظات يدرك حجم هذا، فيلزم من ذلك شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العبادة غايتها التقوى، والتقوى غايتها الشكر. قال واتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظ هذه الثلاثية لا بد أن نربطها في الغايات والمقاصد. عبادة الله ترمي إلى تحقيق التقوى، كل العبادات. تقوى الله ترمي إلى إلى شكر الله. شكر الله سبحانه وتعالى هو المعنى النهائي للاستخلاف في الأرض. نحن مطالبين بأن نمشي في هذه الأرض شاكرين له، كما جاء ذلك في سورة السبأ الحديث عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا نلاحظ سبحان الله العباد كثر وأهل التقوى منهم قليل، والمتقون كثر وأهل الشكر منهم قليل. فهي هذه تقريبا الثلاثية. أيضا من الأشياء المهمة جدا في موضوع الصيام أن الإنسان يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، تلاحظها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال الصوم لي، الله عز وجل يقول الصيام لي وأنا أو الصوم لي أنا أجزي به. هذا المعنى لا بد أيضا أن نستحضر، وهو أن الإنسان الصائم عليه أن يتدرب على مراقبة الله سبحانه وتعالى. تلاحظ أن نحن الآن نراقب الله في أكلنا، نراقب الله في شرابنا، نراقب الله في الإتيان إلى أزواجنا، ونكون حريصين جدا طوال اليوم أنت في رق، وتحرص أنك والله لا تأتي المفطرات، وتحرص أن لا تأتي المنكرات. فهذه الرقابة. وفي كل ذلك ماذا تقول؟ أن الله يراني ولا يليق بي وأنا صائم. طيب لا يليق بك وأنت مسلم، أليس كذلك؟ لا يليق بك وأنت غير صائم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي تخشاه وترعاه في رمضان هو نفسه الذي ستستمر معه خارج العبودية. على كل، حتى لا نطيل في هذا الموضوع، نلاحظ غاية التقوى من الغايات الكبيرة جدا، غاية الشكر من الغايات الكبيرة جدا، غاية المراقبة أيضا من الغايات الكبيرة جدا، غاية التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في وسط آيات آيات الصيام. وهذا معنى ربما كبير جدا. كيف أن بعض الناس قد يلبس عليهم الشيطان في أنه والله يا أخي عندما ينظر نفسه جائعا وعطشان ومحروم وكذا يقول بأن هذا الدين فيه مشقة، هذا الدين فيه مشقة. لكن الله يقول لك لا، ما يفعل الله بعذابكم، يعني أنا لست بصدد تعذيبكم، ولا أنا بقصد تهذيبكم وبقصد تطهيركم وبقصد النقاء وبقصد الرفعة، لكن لا أريد أن أعذبكم ولا أريد أن ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا من المعاني المهمة جدا معنى الرشد، ومعنى الدعاء أو مقصد الدعاء ومقصد الاستجابة والإيمان. هذه المقاصد الأربعة مجتمعة في قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هنا في مقصد دعوة أن ندعو الله سبحانه. نعم. ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه كلها أيضا من المقاصد التي يستفيدها الإنسان من هذا. أيضا ذكرنا معنى الجود ومعنى التكافل، وذكرنا كذلك معنى مهم جدا وهو معنى تحرير النفس البشرية من أهوائها وشهواتها. وربما بعض العلماء المعاصرين ذهب في هذا الموضوع، وكذلك أهل التصوف يذهبون إلى أن قمة الرقي والسمو في الحرية أن تكون عبدا لله، ويتحقق ذلك بالصيام. يعني الصيام أنت بمحض إرادتك تمنع نفسك شهواته، وهذا الاستعلاء الحقيقي. ولأن نحن بالنسبة لنا فلسفة الحرية تقوم على على فلسفة المشيئة والإرادة. يعني عندنا موضوع الإرادة والمشيئة سابق لقضية أن تكون حرا أو لا تكون حرا. هل فعلا أنت والله تمتلك إرادة أو لا تمتلك إرادة؟ إذا قلنا والله تمتلك إرادة وتمتلك مشيئة، وبمحض إرادتك ومشيئتك اخترت الإيمان، وبمحض إرادتك ومشيئتك تركت المطاعم والمشارب، وبمحض إرادتك ومشيئتك، فالمعنى السلوكي والإيمان الداخلي هو أنك والله تحررت من كل ما هو أرضي وارتبطت بالسماء، وحررت نفسك على كل من شهواتها وشيطانها. جميل. لو ذكرنا في المقاصد أو في الأشياء المحسوسة، كيف لنا نحن كمجتمع أن نربي الجيل القادم من أطفال على التعويد على الصيام أو
الصلاة في رمضان؟ نعم. هو على كل مسألة التنشئة، ما يسمى الآن بالتنشئة، علم يعني نلاحظه ليس فقط في المجال التربوي. اليوم صار سبحان الله كل القضايا تحتاج فيها أنت إلى تنشئة. إذا أردت ابنا يكون تاجرا تنشئه وهو صغير كيف يبيع ويشتري وتأخذه معك. يعني عندنا في العلوم السياسية شيء اسمه التنشئة السياسية مثلا. لا بد أن والله إذا أردت لمجتمع أن يمارس ممارسة سياسية معينة تنشئه نشأة إيه؟ سياسية. إذا أردت مجتمعا مثلا يقوم على التزكية والتطهر، هنالك من يعمل على تنشئة هذا الطفل منذ طفولته. كذلك الآن نحن نستفيد من شهر رمضان حتى ننشئ أبناءنا في الصلاة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم ل7 واضربوهم ل10. لما أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ائمر الطفل من 7، طيب الأمر من 7، لكن أليس هنالك شيء قبل ال7؟ حتما سيكون هنالك شيء قبل ال7، لأنك ستعلمه كيف يتوضأ، كيف يتطهر، كيف كذا، وأحيانا دون أن تأمره تأخذه معك دون الأمر. ثم في 7 تبدأ في الأوامر، افعل لا تفعل. ثم بعد ذلك إذا لم لا بد أيضا أن يكون هنالك شيء من القوة وشيء من التعنيف لهذا الطفل حتى يستقيم أمره. وبالتالي في الصيام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربون أبنائهم ويدربونهم على الصيام وهم أطفال، يدربونهم على الصيام، يأخذونهم معهم في المساجد ويمنعونهم من الشراب ومن الطعام وكذا. فهذا نوع من التربية. طبعا نحن يمكن أن نقول بأن على الوالدين مراعاة حال الأبناء من حيث العمر ومن حيث أيضا القدرة ومن حيث الاستجابة الطوعية حتى لا يكون هنالك نفور لهذا الطفل. يعني إذا كان محبب إليه هذا الموضوع ويشعر معه بارتياح، يعني بعض الأطفال يحرصوا أنه والله يصوم مع أبائه، لكن بعض الأطفال لا. فنحن نقول لا بد أن نتجنب فكرة أنه يكره على شيء، يعني نحرص أن لا نكرهه على شيء هو لا يريده. لكن إذا بدأ هو من تلقاء نفسه يحرص على التقليد ويحرص على أنه، فهذا إن شاء الله ويمكن أيضا أن نقسم لهم اليوم، لا حرج في ذلك إن شاء الله. يمكن أن تجعل الطفل يمتنع عن الطعام والشراب إلى منتصف اليوم، ثم تقول له والله اليوم الثاني كذا، أيوة كنوع من التدريب وهكذا. لكن في كل ذلك حتى لا يحصل ضرر للأطفال لا بد أيضا من مراعاة أحوالهم يعني وتفقدهم وتلمس ظروفهم حتى لا يقعوا إن شاء الله فيما هو مكروه. جميل. هل هنالك سن معين في الشريعة لبدء الصيام؟ لا، موضوع الصيام الصحابة كان الأطفال العاديين كانوا يجعلونهم يتدربون على الصيام، حتى بعضهم يقال حتى وهم رضع أحيانا كان يمنعونهم من تتفاوت يعني هي القدرة، يعني انظر إلى الطفل مدى استيعابه مدى تمييزه. لكن إذا أردت أن تجعل سن الصلاة هي السن المعقولة اللي ممكن الإنسان يميز فيها بين الصوم وعدم الصوم، فعلى كل يمكن أن يكون ذلك إن شاء الله هو سن معمول به. ماذا عن مبطلات الصيام شيخنا؟ مبطلات الصيام الكبرى فيها 3 أشياء إذا اعتبرنا بأنه والله هو في حقيقته كأركان: امتناع عن الطعام، وامتناع عن الشراب، وامتناع عن الجماع. ستلاحظ هذه ال3 من أقدم عليها فإنه قد بطل صومه. من أكل في نهار رمضان أو شرب في نهار رمضان أو جامع في نهار رمضان فإنه قد أبطل صيامه. يبقى بعد ذلك قضية الإكراه، قضية النسيان، قضية هذه كلها على كل ممكن أن هنالك أمور أخرى تبطل، مثلا إذا يعني الحيض، النفاس، هذه كلها من الأشياء التي أيضا يبطل معها. إذا كانت المرأة مثلا صائمة وجاءها الحيض خلاص تقطع صومها. إذا كان والله حامل ووضعت جنينها أيضا تكون تقطع صيامها وهكذا. طيب جميل. يكثر في رمضان برامج تفسير الرؤى والأحلام وما إلى ذلك، واللغط فيه واسع بين مصدق ومكذب. دعني أسأل، ما هي أصل قضية تفسير الأحلام والرؤى وما إلى ذلك في الإسلام؟ هو موضوع الرؤى من المسائل التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا سورة كاملة، طبعا سورة كاملة وهي سورة يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني في بدايتها أصلا بدأت كرؤية. والرؤية بالنسبة لنا في علم النبوات والرسالات وحي، ما فيها كلام. بالنسبة للأنبياء هي وحي، لكن أيضا بالنسبة لأتباع الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الوحي انقطع، ولكن بقي من هذا الوحي الجزء اليسير
وهو الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وهذا يدخل عموما في موضوع كبير جدا، وهو أنه ما من أمر خص الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والرسل إلا وجعل لأتباعهم منه نصيب. هذه شبه قاعدة أكد عليها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فيقول مثلا جعل الله للأنبياء المعجزات وجعل لأتباعهم الكرامات وهكذا، فجعل أيضا الوحي الذي يتنزل عليهم وجعل بالنسبة لأتباعهم الرؤى. فالرؤى هي عبارة عن مبشرات، وقد تكون حالة إنذار أحيانا للناس، يعني يستفيد منها الإنسان ما يراه أو يرى له تنبيهات أحيانا، وكثير من الناس سبحان الله يستفيدون من ذلك. طبعا بعض الناس اللي هو الذي يعيش أو تطغى عليه المادية الزائدة أو حياته هكذا، الروحانية عنده قليلة، أو ما نسميه نحن بالحالة الروحية النورانية عنده قليلة، أصلا لا يرى ولا يحس بهذا الموضوع. لكن كثير من الذين يعيشون حالة من الشفافية الروحية ويتخففوا من المعاصي والذنوب ويزيد من الطاعات ويزيد، فإن الرؤى هو واحد على كل من مجالات النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وباقية في الأمة، وباقية في هذه الأمة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل صلاة، بعد صلاة الفجر، يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام: هل رأى منكم اليوم أحد؟ هل رأى منكم اليوم رؤيا؟ ويخبرونه فيعبرها لهم. ويأتينا هنا طبعا موضوع التعبير في الرؤيا. الرؤيا ثبتنا أنها موجودة، وهي واحدة مما أسميه بعلم المستقبل إذا اعتبرناه يتكون من ثلاثة أو من ثلاثية: الرأي والوحي والرؤية، أو الرأي والرواية والرؤية. هذه الثلاثية يتشكل منها علم المستقبل بالنسبة للمسلم، وهي مهمة جدا. يعني كثير من القضايا في عالم الغيب تجد الرؤية تساهم في ذلك، والإنسان يستفيد من هذا الموضوع. لكن الإشكال يأتي في قضية التعبير والمؤول. كثير من الناس قد لا يكون أهلا للتعبير للرؤى، ويقع في إشكالات، ويوقع الناس ربما معه في إشكالات. فإذا كان الإنسان على كل رأى رؤيا، عليه أن يعرضها على من هو خبير وعليم بهذا العلم، وله رجاله على كل هذا العلم، له رجاله الذين حباهم الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية. بعض الناس يقول لك: والله يا أخي كثير من الرؤى يخطئ فيها الناس. صحيح، يخطئ فيها الناس، كما أن المفسر يمكن أن يخطئ في تفسير الوحي، كذلك يمكن المعبر أن يخطئ في تعبير الرؤيا، يعني ما فيها إشكال. وهل كل الرؤى تفسر؟ هي المشكلة أحيانا هنالك ما هو رؤى وهنالك ما هو أضغاث أحلام، فليس كل ما رآه الإنسان في منامه هو رؤية حقيقية. ليس كل ما رآه الإنسان يعتبر رؤية. هنالك رؤية وهنالك أضغاث أحلام وهنالك حديث نفس. أحيانا الإنسان يكون في نفسه شيء فيراه في المنام، لكن هنالك رؤى وهنالك على كل ضوابط لموضوع الرؤية، كيف يمكن أن نعتبرها فعلا رؤية حقيقية وفي أي وقت وبأي طريقة. فدي قصة على كل يسأل منها إن شاء الله أهل شاكرين لكم شيخنا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر شكرنا لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. حياك الله. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه، بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحابه. إلى حلقات قادمة نلتقيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.